السلام عليكم. طبعا دلوقتي عارفين ان في حاجه اسمها فاوندر باكج اللي بتنزل او اللي نازله دلوقتي حاليا في الماركت المصري تحديدا، وخلينا نتكلم بشكل سريع عنها وعن تفاصيلها. من واقع خبرتي في المجال ككل على مدة 10 سنين، ومن واقع خبرتي في شركة جناس لمدة 4 سنين، فأنا هذه الباقة ممكن أكون في خلال ال4 سنين دول شفتها بشكل نادر جدا، يعني بتبقى موجودة يعني في أحداث عظيمة جدا اللي لما تكون موجودة ومش بالسهولة إن الشركة توفرها. خلينا نفهم قصتها والحدوتة بتاعتها من البداية. يعني ايه فاوندر؟ هي بالظبط كأنك شريك مؤسس في شركة، يعني زي ما انت تكون شريك مؤسس في شركة وليك اسهم وليك الحاجات دي كلها، هي بتبقى بنفس المايند سيت دي او بنفس الطريقة دي. والشركة في الطبيعي ان هي بتتوفر في بدايات الدول. يعني احكي لكم الكلام ده على ماركت مصر تحديدا في اواخر سنة 2018. الشركة كانت داخلة السوق المصري جديد، فكانت لسه بقى بتظبط اجراءاتها وبتظبط اوراقها وبتظبط مقراتها والكلام ده كله، وبتوفق اوضاعها مع الحكومه. فقررت تطرح 3000 عضويه فاوندر، وطبعا اتخطفت خطف في اول شهر بالظبط، كان شهر 8 تحديدا 2018. وال 3000 عضويه دول اتسحبوا تماما وما بقيش في ولا عضويه، وطبعا الباب اتقفل. كانش في حد تاني مسموح له ان هو ياخد النوع ده من الباقات. ليه؟ لان الباقه دي بتفتح لك نظام مختلف، نظام جديد مش موجود عند كل الناس العاديه بمهما كان نوع العروض وقوتها. النظام الجديد ده هو اني انت بتبقى شريك في جزء او في حصه او في سهم من 2% من مبيعات شركه على مستوى العالم كل 3 شهور او كل كوارتر، يعني لما بتحقق شرطين معينين هم علاقه بخمس مبيعات وان انت تكون عضو اكتف. طيب، السؤال هنا اللي احنا محتاجين نساله، بعد ما حصل ده في 2018، جت السنة اللي بعدها في 2019 الشركة افتتحت السعودية وطرحت برضو عدد معين من الباقات، لدرجة إن في ناس كتيرة جدا من مصر راحت اشتريتها من السعودية واستلمتها من حد لحد من قرايبهم هناك في السعودية، واستنوا فترة لحد ما رجعت مصر. طب اللفة دي كلها ليه؟ عشان يبقوا واخدين الحصة دي أو واخدين في الميزة بتاعة الأسهم والحصص دي. يبقى إذا الموضوع يستحق بصراحة يعني يستحق جدا. استفادته اي نعم، هتشوفها على المدى البعيد اكتر، هتشوف فروقات كبيره جدا في الموضوع. يعني الموضوع بالنسبه لي واخد شكل استثماري شويه. كده كده انت معاك باقتك ومعاك شغلك ومعاك كل حاجه، المجهود اللي انت بتبذله تاخد عليه حقك تماما كانك بني ادم عادي، يعني بغض النظر عن الفاوندر. لكن ميزه ده ان انت بتبدا تلمس القيمة دي والفرصة دي، بتلمس وعمرك ما هتندم أبدا عليها. بتلمسها ممكن بعد فترة من المجهود، وإن أنت تكون فريق أو تكون منظومة كويسة أو تكون حجم مبيعاتي كويس جدا. فبالتالي هي ميزة قوية جدا ومميزة جدا. طيب، الشرطين بتوعها مش صعب إن أنا أعملهم، ولكن محتاج أفهم إني حجم المبيعات بتاعي بيحدد مصير عدد الاسهم. يعني الشرطين دول لازم اعملهم في الاول، زائد ان كل ما مبيعاتي اكتر كل ما هاخد اسهم اكتر. ومن هنا في تجارب كتيره لاشخاص كتيره كسبوا مبالغ محترمه جدا جدا جدا، ولكن طبعا بعد ما بنوا وعملوا منظومات كتيره جدا وقويه جدا. ومن هنا اهميه الفاوندر. طيب، في خلال سنه 2022 الفاوندر دي ما نزلتش غير اعتقد في رمضان اللي فات، بس في السنه كلها بمناسبة شهر رمضان الكريم قرروا ينزلوها للدول العربية فقط لا غير. تمام. آخر فترة نزلت في 2021 كانت نازلة لدولة المغرب بس، مش لكل الناس. وقبلها كان ماركت الأردن لما اتفتح جديد، والعراق لما اتفتح جديد، وحاليا الكويت مفتوح جديد، بس طبعا للماركت الكويت بس. فبالتالي اللي انت محتاج تفهمه ان في 152 دولة في العالم دلوقتي. اكيد 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 الشركة شغالة في كل الدول دي، وبالتالي كل ما الشركة تفتتح دولة جديدة كل ما فرص الفاوندر تقل اكتر. الموضوع واخد شق استثماري، واخد مبدأ الندرة انه ما يكونش موجود بعد كده تاني للأبد. يعني لحد اللحظة دي هو الشركة ما اعلنتش عنها في مصر تاني خالص، غير في المناسبة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي بسبب عروض الجمعة البيضاء والبلاك فرايداي، ودي وقت محدد وهتخلص. دي ملهاش علاقة بماركت مصر، ده عرض خاص وبرضه معمول للماركت المصري، واعتقد كذا دولة تانية، مش معمول لكل الدول. ففرصتك انك تستفيد من الفاوندر، لان هي حاجة ليها قيمة كبيرة جدا، يمكن هتلمسها بعدين بس قيمتها تستحق ان انت تلحقها.